عيلة فنان مشهور تعيش مع الجن 50 سنة في فيلا أثارت الرعب لسنين كتير في منطقة الزمالك في القاهرة. ومش بس كده، دول اتصاحبوا على الجن كمان. إيه قصة العيلة ديت؟ وإزاي عملوا كده؟ وإزاي عاشوا فيها؟ استنونا بعد الفصل. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات مع الناس. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فيلا شيكوريل في الزمالك، وإزاي الفيلا ديت أثارت الرعب في المنطقة لمدة 30 سنة. علشان تفهم قصة الفيلا دي كاملة لازم تشوف الحلقة اللي موجودة على القناة بعنوان فيلا الزمالك، وهسيب لحضراتكم الرابط بتاع الحلقة في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. وقفنا في أحداث الجزء الأول عند سنة 1958 لما كان في ست ماشية وشافت الفيلا من بره وفضلت تزن على جوزها انه يشتريها او يأجرها علشان يعيشوا فيها. جوز الست ديت كان ضابط في الجيش اسمه احمد شفيق ابو عوف، ومن كتر زن مراته عليه قرر انه يريح دماغه ويجيب لها الفيلا. راح يشوف الفيلا لقاها مقفولة بالجنازير ومتشمعة زي ما قلنا في الجزء الأول. راح جاب إذن من الحكومة وفتح الفيلا على مسؤوليته الشخصية. بس هل اشترى الفيلا ولا أجرها من أصحابها أو من الحكومة الله أعلم. بس المهم إن هو أجرها ب6 جنيه ونص. طبعا دول كانوا مبلغ في وقتها. وفي بداية التسعينات حول عقد الإيجار لعقد تمليك ودفع 20,000 جنيه. وفي كلام تاني بيقول إن هو اشتراها من أصحابها من الأول. المهم ان احمد ابو عوف ومراته واولاده اللي كان في وقتها لسه عددهم 3، عزت ومنى ومها، سكنوا فعلا في الفيلا. واعتقد حضراتكم دلوقتي عرفتم مين المشهورين او الناس المشهوره اللي قلت لكم في القصه في الجزء الاول ان هم اخذوا الفيلا. ايوه، دي فعلا فرقه ابو عوف المرحوم الراحل الفنان عزت ابو عوف واخواته البنات. والاحداث الغريبه اللي هقولها لحضراتكم ديت اتقالت فعلا على لسان الفنان الراحل عزت ابو عوف واخته الفنانه مها ابو عوف في اكتر من لقاء تلفزيوني في قنوات كتير. فيلا طويله عريضه 2000 متر في الزمالك بجنينه ببتاع، صعب انك تلاقي حاجه تانية زي دي. واحنا كنا بسم الله ما شاء الله 5، وابويا وامي وجدتي كانت معانا 8 انفار محتاجين للسبيس ده. بس كنا فيها سنه 58 وسيبناها سنه 2009. وبمناسبه ان احنا بنتكلم عن الفنانين والاحداث الغريبه اللي حصلت معاهم، استنونا في الحلقة الجاية عن أحداث غريبة جدا حصلت مع الفنان هاني رمزي في شقة الدور الرابع. المهم لما العيلة اتنقلت للفيلا وكانت عاجباهم جدا، بعد وقت مش كتير بدأت أحداث غريبة تحصل في الفيلا. الأحداث بدأت في الأول مع أمهم، وكانت حاجات بسيطة بتحصل. يعني مثلا كانت تحس بنفس حد جنبها، حد بيهمس في ودنها، صوت رجلين ماشية على الباركيه في الفيلا. المهم إن هي حكت لجوزها على اللي بيحصل ده، ما صدقهاش وقال لها ده علشان السكن لسه جديد وما تعودتوش عليه. وبعد فترة سافر جوزها لمأمورية في الشغل. جت أمها اللي هي جدة الفنان الراحل عزت أبو عوف وقعدت معاهم في الفيلا. ودي كانت ست تركية طيبة جدا وحافظة للقرآن الكريم. شوية والجدة كمان بدأت تحس باللي بنتها حست بيه، أنفاس وحد بيتكلم جنبها وصوت همس وخطوات ماشية على الباركيه. لحد ما في يوم لمحت خيال بيعدي من قدامها وبيدخل جوه الحيطة. طبعا الست اتفزعت وحكت لبنتها اللي اتأكدت في الوقت ده فعلا ان دي ما كانتش تهيؤات زي ما جوزها قال لها، وان في حاجة غريبة فعلا بتحصل في الفيلا. بعدت والدة عزت أبو عوف جابت أخوها علشان يقعد معاهم لأنهم كانوا خايفين يقعدوا في الفيلا لوحدهم لحد ما جوزها يرجع من المأمورية اللي هو فيها. الأخ جه علشان يقعد معاهم وكان عمره 24 سنة، وقعد في الأوضة اللي اتقتل فيها شيكوريل. وفي يوم وهو بيذاكر تعب من المذاكرة وحط دماغه على المكتب اللي قدامه علشان يريح شوية وصوت الخطوات بدأ يظهر، وسمع صوت خطوات بوضوح بتقرب منه جدا. وفجأة الأخ بص وراه، لقي واحد في الخمسينات من عمره، عينيه جاهزة لبره جدا وماسك فانوس في ايديه. طبعا الأخ اتفزع جدا وقام حاول يزقه، لقى نفسه بيمر من خلاله وكأنه سراب، يعني عدى من جواه. طلع من الأوضة جري وهو بيصرخ لحد ما وصل لأوضة أخته اللي اتفزعت هي كمان لما صحيت وشافته، لأنها لقيت شعره كله واقف وتحول للون الأبيض. خالي الله يرحمه كان قاعد بيذاكر، وابويا كان ضابط، كان مسافر في مهمه. فحسب وصفه هو ده اول مره يبان، حس بنفس
في يعني وقف مذاكره، هو كان بيذاكر وحاطط النور كده قدامه في مكتب ابويا، في اوضه ابويا، دي الاوضه اللي هو اتقتل فيها. وراح باصص، شاف واحد لابس بنطلون اسود هاي كولر كحلي، شعره ابيض مرجعه لورا ومتجه ناحيه الحيطه وراح داخل فيها. خالي ده من يوميها لغايه ما مات كان شعره بقى كله ابيض، وهو كان عنده حاجه 20 سنه. في الوقت ده ما قدروش يسكتوا خلاص على الموضوع، لأن برضه والدة عزت أبو عوف اللي أخوها حصل له كده شافته هي كمان زي ما أخوها شافه. أمها اللي هي جدة عزت راحت لشيخ علشان تجيبه يشوف إيه اللي بيحصل في البيت. الشيخ أكد لهم إن فعلا في أرواح موجودة في البيت بس مش مؤذيين خالص، بس أكد عليهم إن أي محاولة لإخراجهم من البيت هيبقوا مؤذيين جدا، لأنهم بيعتبروا البيت ده بيتهم ومش هيسيبوه. فقال لهم يا إما أنتم تسيبوا البيت خالص وتمشوا، يا إما تتعايشوا معاهم. كل اللي بيحصل في الفيلا ده وجوزها مش مقتنع بأي حاجة وبيقول لهم كل دي تهيؤات. ولما قالت له على الكلام اللي الشيخ قاله، قال لها مش ده البيت اللي انت طلبتيه وفضلت تزن عليا علشان اشتريهولك؟ مش هسيبه علشان شوية تهيؤات في دماغكم مفيش ليها أساس من الصحة أصلا. وبعدين حتى لو الكلام ده حقيقي، مش الشيخ قالك إن هم مش مؤذيين؟ فخلاص تعيشي معاهم وخلاص. بس بينه وبين نفسه فكر إنه يشوف تاريخ الفيلا ديت إيه وإيه اللي حصل فيها. وبعد البحث في التاريخ عرف كل التفاصيل اللي حصلت في الفيلا، بس للأسف ما أخدش أي رد فعل برضه. مرت السنين والولاد كبروا، اللي هم بقوا 5 ولد و4 بنات اللي عملوا بعد كده فرقة الفور ام. المهم هم كمان بدأوا يشوفوا الحاجات الغريبة اللي بتحصل في الفيلا. وفي مرة كانوا قاعدين في الجنينة عاملين حاجة زي خيمة بيعملوا فيها تخييم أو كامبينج يعني، ويشوفوا من قدامهم خيال حد معدي ماسك فانوس وفضل رايح جاي قدام الخيمة. وفي مرة كان عزت ومنى قاعدين بيتدربوا على البيانو لأنهم كانوا بيدرسوا في الكونسيرفاتوار. وبعدين عزت قال لمنى هاتي الكتاب اللي فيه النوت الموسيقية. زي الأطفال قالت له لا روح هات انت، واتخانقوا. وهم بيتخانقوا وفجأة من غير أي مقدمات الشنطة تتفتح لوحدها والكتاب يطلع من الشنطة لوحده من بين الكتب اللي موجودة في الشنطة كلها. طبعا الاتنين صوتوا وقاموا يجروا. مرة تانية برضو ومنى بتعزف على البيانو حست ان في حد واقف وراها وفي نفس وراها. بصت وراها لقته فعلا نفس الشخصية واقف وراها، كان واقف يسمع العزف بتاعها. وطبعا هي كمان كالعادة اتفزعت من شكله وطلعت تجري. عدت السنين والولاد كبروا وكان هنا بقى أبوهم طلع معاش، ولحد دلوقتي برضه مش مقتنع بحاجة، لأن تقريبا كان هو الوحيد اللي ما شافش أي حاجة في الفيلا. لدرجة إن مرة وهم بيتكلموا معاه قال لهم طب لو هو راجل يطلع لي وأنا أوريه. بعد اليوم ده الأسرة سافرت في رحلة على اسكندرية والأب فضل لوحده في الفيلا، وكان محترف في التلحين والموسيقى، وكان قاعد بيعزف لحن على العود. وكان المفروض انه يسجل اللحن ده، وبعد ما بدأ يعزف اكتشف انه ما شغلش الكاسيت اللي هيسجل بيه، فشغل الكاسيت وبدأ انه يعزف من تاني. اكتشف ان هو نسي اللحن، فقام قال يعمل شاي على امل انه بعد فتره هيفتكر. بيحط الكبريت عايز يولع البوتاجاز، يجي ما يلاقيش الكبريت، يروح ما يلاقيش الكنكه بتاعت القهوه، فقال له انت بتلعبني بقى. وهو بيعمل الشاي يسمع صوت اللحن بتاعه بيتعزف لوحده. وطبعا انا قلت لحضراتكم ان هم طلعوا في رحله اسكندريه وقاعد لوحده دلوقتي في الفيلا. ولما رجع الاوضه لقى العود زي ما هو وكل حاجه موجوده زي ما هي ومفيش حاجه اتغيرت، بس خلاص هو اللحن اتعزف فافتكر اللحن فبدأ يسجله وقام نام، ظنا منه ان ده من الذاكره الداخليه بتاعته هي اللي استعادت اللحن، وهو بتهيأ له ان هو سمعه. وهو نايم على السرير شاف خيط ابيض من الضوء داخل من خرم الباب، وفضل الخيط ده يكبر ويتشكل لحد ما بقى شكوريل اللي اتوصف له بالظبط. وفضل الشبح يقرب منه لحد ما بقى وشه في وشه وهزله راسه فوق وتحت زي ما يكون بيقول له انا اهو حقيقه مش خيال. وهو راجع الاوضه سمع لحن بيتصفر في ودنه يبترد كده، فطبعا حاجه غريبه، لكن قال ايه طيب يمكن يعني علة وعسل ان الحكايه تبقى عادي بيتهيألي يعني. قعد لحنها ومش عارف ايه وبتاع وسجلها وقفل وقال انا هريح شويه عشان انا تعبان، ده حكايته هو.
ونام. فبيقولوا هو نايم بص لقى خيط طالع من خرم الباب، والخيط ده ابتدى يكبر، ومع انه بيطلع لنا كان عادي، الراجل عمره ما خوفنا يعني. وكبر كبر كبر لغايه ما خد وش البتاع ده، الجدع ده، فضل يقرب منه لغايه ما بقى فيس تو فيس، يعني وشه في وشه، وراح هزز له دماغه يعني. انا هنا. طبعا هنا احمد ابو عوف اللي كان عامل فيها السبع رجاله والاسد اللي مفيش بعده اخد ديله في اسنانه وطلع يجري من الفيلا بالبيجامه، ركب عربيته وراح لهم على اسكندريه، لدرجه انه ساب باب الفيلا مفتوح. وفعلا في الوقت ده الفيلا اتسرقت. ولما وصل اسكندريه قال لهم كان عندكم حق، طلع لي فعلا. ويمر الوقت وكده خلاص كل افراد الاسره عارفين موضوع الشبح وبقوا يتعايشوا معاه، وبدأوا يعملوا احتياطاتهم علشان ما يخافوش منه، لدرجة إن وجوده معاهم في الفيلا يوميا إنه بقى واحد من أفراد الأسرة، لأن ما كانش بيعدي يوم من غير ما يشوفوه. بس في الاخر احنا ما بقيناش نخاف منه خالص. ازاي ده كان بيطلع لما كان بيتمشى. كلنا كان بيتمشى كده يعني. لا احنا شفناه. اوعى تقولي لي بقى بشمعة وحاجات كده زي الافلام، شمعة او لمبة او لمبة. فانوس، لازم امسك معاه حاجة. طب عملوا إيه علشان يقدروا يتعايشوا معاه وما يخافوش؟ مثلا ما كانش حد يدخل الحمام والنور مطفي أو النور مقطوع، والبنات ما تنامش بنت لوحدها، لازم كل اتنين يناموا مع بعض، ولو حسوا بحاجة وهم نايمين يكملوا نوم عادي ويغطوا وشهم وهكذا. وعايز اقول لحضراتكم ان مش عيلة عزت ابو عوف بس واخواته هم اللي بيحكوا في الموضوع ده في فنانين كتير كمان اتكلموا في الموضوع ده، وكانوا بيحكوا عن حاجات غريبة حصلت لهم في الفيلا عند عزت. وفي مرة كان في تجمع للفنانين في الفيلا، وكان من ضمن الحضور الفنان فريد شوقي، فبيحكوا له على موضوع الشبح واللي بيحصل ده. رد فريد شوقي وقال طيب لو الشبح ده راجل يطفي نور الفيلا. وفي لحظة نور الفيلا كله اتطفى وبدون أي مقدمات. طبعا فريد شوقي طلع يجري بره الفيلا على الشارع وحالف ما يدخل بيت عزت تاني. من ضمن الفنانين كمان الفنانة يسرا، لأنها كانت صديقة مها جدا، وفي مرة كانت في زيارة ليهم وقعدت تتكلم مع مها، الكلام أخدهم والوقت اتأخر، فعرضت عليها مها إنها تبات معاهم. وهم نايمين يسرا سمعت صوت خطوات قدام الأوضة بره رايحة جاية، ولما فتحت عينيها شافت خيال حد رايح جاي قدام الأوضة. صحت مها من النوم وقالت لها مين اللي رايح جاي بره قدام الأوضة ده؟ مها صحت قالت لها لا ده شوكوريل عادي يعني، وكملت نوم. يسرا صحتها تاني وقالت لها مين يا بنت شوكوريل ده؟ ردت عليها مها بمنتهى الهدوء وقالت لها لا ده الشبح اللي عايش معانا. يسرا سمعت الكلمة من هنا وفي لحظة نطت من البلكونة بتاع الأوضة اللي هم فيها على الشارع، لأن الفيلا كانت دور أرضي وهم أصلا قاعدين في أوضة في الدور الأرضي فالمسافة مش عالية، وجريت على الشارع حافية. وبيت يسرا أصلا ما كانش بعيد لأنه كان في الشارع اللي وراهم، ويسرا نفسها طلعت في كام برنامج تلفزيوني وحكت الموضوع ده. دي كانت قصة عيلة الفنان عزت أبو عوف الله يرحمه اللي عاشت مع الجن 50 سنة في فيلا شيكوريل في الزمالك. لو عجبتكم الحكاية شاركوها مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وما تنسوناش من دعمكم لينا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة، واستنونا في حكاية تانية جديدة من حكايات مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات مع الناس قناة كل الناس.